رمضان خلاص بقى على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين. وطبعا رمضان يعني كنافة وقطايف وبسبوسة وكل الحاجات الحلوة دي. النهاردة بقى هنضم لقائمة حلويات رمضان المشبك السوري أو كرابيك حلب زي ما بيسموها. عايزة أقول لكم وصفة سهلة جدا وسريعة واقتصادية. هنحضر الأول كده الشربات علشان احنا بنحتاج نستخدم الشربات تقيل وبارد. في حلة كده هنحط فيها كوبايتين سكر، عليها كوباية مية، وطبعا هنوحد الكوباية اللي هنستخدمها. هندوب السكر شوية، طبعا هو مش هيدوب تماما بس هندوبه شوية. هنضيف عليهم تلت كوبايه من عسل الجلوكوز، وعسل الجلوكوز مهم جدا هنا. هنزود طبعا معلقه فانيليا وعصره نص ليمونه وشريحه ليمون، وهنرفعه على نار متوسطه بالظبط 5 دقايق. هنسيب بقى الشربات كده لحد لما يبرد خالص. علشان نحضر العجينه بقى هنحتاج لكوبايتين من سميد البسبوسه. وهنا يا اما هنستخدم السميد الخشن او السميد الوسط، السميد الناعم مش هينفع معانا خالص في الوصفه بتاعه النهارده. هنضيف كوبايتين من السميد، عليهم كوبايه من الدقيق، معلقه صغيره من الفانيليا، وانا مستخدمه فانيليا خام، الريحه بتاعتها بتكون نفاذه جدا. هنضيف معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر ورشه ملح صغيره خالص. هي دي كل المواد الجافه اللي احنا هنستخدمها. هنقلبهم مع بعض كويس، وهنضيف عليهم نص كوبايه زيت، وزي ما قلت لكم كده بنفس الكوبايه اللي احنا معايرين بيها كل حاجه. هنقلب بقى الزيت كويس كده مع السميد والدقيق، وهنفضل نفركهم بايدينا لحد بقى لما نتاكد ان كل حبايه من السميد والدقيق اتشربوا كويس جدا من الزيت، والخطوه دي مهمه جدا جدا. بعد كده هنضيف عليهم معلقتين كبار من الزبادي. انا كان عندي علبه زبادي من الكبيره، اخدت منها معلقتين زي ما انتم شايفين كده. لو عندكم بقى زبادي من الصغيره تستخدموا علبه كامله. هنقلب الزبادي كويس جدا كده مع الدقيق والسميد، وهنكون مجهزين جنبنا كوبايه ميه. وطبعا كده زي ما احنا متفقين من البدايه ان احنا موحدين الكوبايه. هننزل بقى بالميه بالتدريج شويه بشويه كده على حسب بقى ما العجينه هتقبل معانا الميه. طبعا ممكن تختلف كميه الميه عندي عن عندكم على حسب نوع السميد ونوع الدقيق. انا هنا مستخدمه سميد سايب من عند العطار، مش سميد مغلف ولا حاجه، السميد السايب اللي عند العطار. هنزل بالميه بالتدريج لحد لما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. اخدت معايا بالظبط كوبايه وربع من الميه. فطبعا بقى انتوا هتنزلوا بالميه بالتدريج لحد لما توصلوا للقوام ده، ممكن تاخد معاكم كوبايه وربع، كوبايه ونص من الميه. المهم يعني هو ده القوام المظبوط. هناخد بقى العجينه ونقسمها كده على مرتين في كيس حلواني. لو انتوا هتستخدموا الكيس اللي هو استخدام مره واحده، الكيس البلاستيك ده بيكون اضعف شويه، فانتوا حاولوا انكم تخففوا العجينه شويه علشان الكيس ما يتقطعش معاكم. طبعا بنكون مجهزين طاسه فيها زيت سخن. النار بتكون عاليه جدا في الاول. بنبدا بقى ان احنا ننزل نلف العجينه كده، يعني ايد بتضغط على الكيس والايد التانية بتلف. طبعا اعملوها بالحجم المناسب ليكم، يعني ممكن تكبروها عن كده او تصغروها عن كده براحتكم خالص. طبعا مش بنحركها خالص في قلب الطاسه غير لما تبدا تاخد لون من تحت. اول لما تاخد لون بنقلبها على الناحيه التانية، وطبعا النار بتكون متوسطه علشان تستوي وتتحمر كويس. هنعمل واحده كمان مع بعض زي ما انتم شايفين كده، ايد بتضغط كويس جدا على الكيس والايد التانية بتلف. وزي ما قلت لكم كده، لو حابين تكبروا الحجم شويه عن كده كبروه، او لو حابين تصغروه شويه صغروه. هنحمرهم كلهم كده بنفس الشكل. زي ما قلت لكم النار في الاول بتكون عاليه جدا، بعد كده خلوا النار متوسطه. هناخدهم بقى على طول من الزيت السخن على الشربات. طبعا الشربات تقيل وبارد جدا، احنا بنستخدم هنا شربات تقيل جدا، يعني اللي هو زي العسل كده. هنحطها في الشربات قد ايه يا مروه؟ هنسيبها بالظبط من دقيقتين ل3 دقايق. انتوا هتلاقوا ان هي خفيفه جدا اول لما تحطوها في الشربات. بعد ما تطلعوها من الشربات هتلاقوا ان حجم القطعه بقى تقيل خالص. طبعا بتتشرب الشربات بتاعها كويس جدا، فبتلاقوا ان حجمها تقل. هناخدها بقى كده نطلعها على شبكه او على مصفى لحد بقى لما تصفي كل العسل الزياده اللي فيها. وبس كده خلاص بقى، قدموهم بألف هنا بجد يا جماعة. المشبك السوري ده من أجمل الحلويات اللي ممكن تعملوها في رمضان. سهلة جدا وسريعة واقتصادية. وكوبايتين السميد وكوباية الدقيق عملوا 5 قطع بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، وكان الحجم بتاعهم كبير جدا. أما بقى عن جمال الطعم والقرمشة فأنا هستنى بقى انكم تجربوا بنفسكم وتحكموا، لأني بجد بجد خايفة وأنا بوصف لكم جمال طعمه وجمال القرمشة بتاعته إن أنا أظلمه. بس زي ما انتوا شايفين كده أظن واضح عليه، هو من بره مقرمش جدا، من جوه طري ومتشرب كل العسل بتاعه. بجد يا جماعه فعلا فعلا من اجمل الوصفات اللي هتعملوها في رمضان. انا هحاول كده دلوقتي ان انا اقرب لكم الكاميرا شويه علشان تشوفوا قد ايه من بره هو مقرمش ومن جوه طري ومتشرب كل العسل بتاعه. شايفين يا جماعه عامل ازاي من جوه؟ رهيب. ده غير بقى ان هو بيفضل عندكم مقرمش اكتر من 3 ايام، كانكم لسه عاملينه صابح النهارده. في قطعه فضلت عندي بالظبط 3 ايام وكانت مقرمشه كانها لسه معموله النهارده. سامعين بقى صوت القرمشه؟ رهيب يا جماعة، لازم لازم تجربوه. وبس كده خلاص خلصنا، والفيديو بتاعنا النهاردة خلص. وكالعادة كده هفكركم ما تنسوش يا جماعة لو الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم اعملوا لايك وشير للفيديو، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.